تعتبر مدرسة سيدي إبراهيم البصير للتعليم العتيق، الواقعة في قلب جماعة بني عياط بإقليم أزيلال الجبلية، صرحا علميا بارزا لتعليم القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والإسلام المعتدل والوسطى. وتشكل هذه المعلمة التي أحدثها منذ قرن وبضع سنوات الشيخ سيدي إبراهيم البصير، مؤسس زاوية سيدي إبراهيم البصير، استمرارية لإرث علمي من المعارف ومناهج تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية. ومنذ إنشائها لم تتوانى مدرسة سيدي إبراهيم البصير الواقعة عند سفح الأطلس المتوسط على مستوى الطريق الرئيسي الرابطة بين بني ملال ومراكش في لعب دور اجتماعي وتربوي وديني خدمة لنشر ثقافة الإسلام للسمح وتعليم ترتيل وحفظ القرآن الكريم بتأطير من معلمين وأساتذة بارزين يفتحون طريق التقوى والتفاني أمام جيل كامل من التلاميذ. وتتوفر هذه المؤسسة التي تفتح أبوابها لاستقبال طلبة ووافدين عليها على داخليتين بمراقد للفتيات والأطفال ومطعمة ومكتبة ومسجد وقاعة للاجتماعات وعدة قاعات للدرس وقاعة للمعلوميات وقاعة كبيرة مخصصة لتحفيظ القرآن الكريم. وأنت تلج هذه المدرسة العتيقة يسترعي انتباهك طلبة يحملون بين أيدهم ألواحا خشبية، وكل واحد منهم منغمس في حفظ آيات قرآنية كلفهم الفقيه بحفظها، وهم في سباق مع الزمن من أجل تمام حفظ هذه الآيات، في حين يتابع آخرون دروسهم في العلوم الشرعية واللغوية والعلوم الحقة في قاعات أخرى. وتوفر هذه المدرسة التي تسع 960 طالبا تعليما من 3 مستويات: ابتدائي وإعدادي وثانوي. وتشتهر هذه المعلمة الدينية بتكوينها منذ عدة سنوات لجيل من الطلبة الذين يساهمون في بناء أسس المجتمع الإسلامي المعتدل، ويعملون على غرس لدى المتعلمين مبادئ الإسلام السمح وتلقى.